مشكلة. ده منزل فيديو، مش عارفة كان في ايه الفيديو. الستات، الرجالة لما بيتولدوا، اما بيتموا سن ال40 تقريبا، يعني بيقعدوا كل سنة ياخدوا شيطان. هما بيبقوا مولودين ب40 شيطان لا تقريبا، ده فكل سنة ياخدوا شيطان. بصي كل ثانية الرجل بياخد شيطان. أخيرا. لا هو الفيديو لا ده بيقول ان ايه، يعني واحد بيسأل السادات فبيقول له يا سيادة الرئيس، هو ايه الفرق ما بين الراجل والست؟ فبيقول له الفرق ما بين الراجل والست معظم الناس مش عارفاه. الراجل بيتولد معاه 40 شيطان، تمام، بيفضل كل سنة يفقد شيطان لغاية سن ال40 ما بيبقاش يبقى معاه ولا مع شيطان. اه تمام، ولكن الست بتتولد ما معهاش أي حاجة وكل سنة بيجي لها شيطان، فعند سن ال40 يبقى مع بيبقى 40 معاها شيطان. 40 شيطان. اهلا فالسادات بيك يا راح دكتور رد على النهارده في الراجل قال له يا اللايف. لا دكتور 40 اعكسها يا مارد. دكتور. بص اهلا بيك في اعكسها يا اللايف. دكتور، اعكسها لو سمحت. معقول. اعكسها لو سمحت يا دكتور. ده الرجل اللي يجي لغاية ال40، يعني خلينا ساكتين. ماشي. احنا كنا امبارح بنتكلم على المراهقة المتأخرة، فكده كده البني آدم كان هيمر بيها، وهنبقى نفتحها في وقت آخر يعني، وحضرتك تقول لنا رأيك. النهاردة احنا اوكي. بنتكلم بقى على الغيرة. عموما يعني بين اوكي. الستات، بين الرجالة، بين الست والراجل، في العلاقات الزوجية أو العلاقات يعني العلاقات بقى، حد هيتجوز حد، حد بيحب حد، بين الإخوات كده، في الشغل. والله هي الغيرة يعني احنا بنسميها بقى في مجال الصحة النفسية عموما مطلوبة. الحقد والغل. تمام. والحقد والغل دول من ضمن العيوب الشخصية اللي بتكون موجودة في البني آدم. يعني أي بني آدم في الدنيا عموما بيبقى عنده بعض العيوب طبعا. الشخصية ما بيبقاش على دراية بيها أو ما عندوش الوعي بيها. مم. تمام. الطب النفسي لما حلل الشخصيات، علماء الطب النفسي عملوا شجرة للعيوب الشخصية مكونة من 79 عيب. ال 79 عيب بيتراوحوا طبعا ما بين بني آدم للتاني. أنا ممكن يكون عندي منهم مثلا 17، رانيا ممكن تكون عندها 12، وهكذا. يعني مفيش حد عنده ال 79 عيب. تمام. زي ما كنت بكلمك امبارح، مثلا في عيب من العيوب الشخصية اسمه الإحراج. الإحراج ده ممكن يوديكي في داهية من غير ما تحسي أصلا. تمام، لأنه بيخليكي، لأنه بيحرك عندك أو بيشغل عندك عيوب تانية. حد مثلا يجي يطلب منك مبلغ مالي فانت تتحرجي فتديهوله، فتلاقي ان انت في عيب تاني اتحرك معاه اسمه ارضاء الاخرين، فانت رضيتي الناس التانية على حساب نفسك. تمام. صح. وهكذا، فبتبدأ سلسلة العيوب تكر بعضها وانت ما عندكيش الوعي بالكلام ده. فالنهارده احنا بنحاول بقدر الامكان بندي الوعي بالنسبه للعيوب الشخصيه تحديدا، علشان الناس تعرف ازاي تشتغل على عيوبها، تعرف عيوبي انا ايه. انا النهارده علشان اغير من نفسي انا لازم اعرف عيوبي. تمام، علشان اعرف اصحح من عيوبي دي. فالنهارده لما هعرف العيوب بتاعتي ايه انا هعرف اتغير، لكن لو انا مش عارف عيوبي عمري ما هتغير. انا بعترف ان انا كنت عندي حتة ان انا بتكسف. مثلا لو حد طلب مني حاجة او كده، انا كنت بتكسف بصراحة، فكنت مثلا ايه، اقوم عاملة الشيء او مساعدة مثلا، مع ان وفي الاخر اكتشف ان هو ولا محتاج ولا بتاع، بس هو استعطف. ولغاية دلوقتي بس بحاول اعالج نفسي يعني الى حد كبير، بعالج نفسي. بس ما اقدرش انكر ان انا يعني ايه، ممكن حد يستعطفك مثلا، يقول لك معلش انا محتاج مثلا والنبي وبتاع يعني عارف يدخل لك من السكه دي، من اه سكه اه. العاطفه، هي الموضوع فيصعب كمان عليك. مش مادي بس. يعني هو ممكن مثلا واحدة صاحبتك تيجي تقول لك عندها حقد وغل بقى، هي بتغير منك. تمام. اه. الحقد والغل ده برضو من ضمن العيوب الشخصية. اه. تيجي تقول لك مثلا يعني انتوا الاتنين مثلا رايحين حفلة بكرة، فهي عارفة ذوقك ايه ومتوقعة ممكن تلبسي فستان ايه، فتيجي تقول لك ما تسلفيني الفستان ده اللي انت اصلا في دماغك عايزة تروحي بيه. اه.
طبعا. تمام. مم. فهي مش عايزاكي مثلا تشوفك ان انت هتبقي شكلك اجمل منها، فلا انا هاخد الفستان اللي هي بتفكر تروح بيه. والله ما بقى وهي عارفة شخصيتك، فبالتالي انت هتتحرجي منها فتديها الفستان لا انا بدي وهتلبسي وما اي رجعوش. فستان تاني. خديه ما ترجعوش. ما تقوليش تاني. عينك جت عليه خديه. لا انا مش بكلمك عايزه. برضه من يعني دي من انواع الحقد والغل، ان في ناس بيبقى عندها الحقد والغل دي، هم بيقعدوا يعني ما بيعرفش يشوف حد احسن منه. لا. تمام. وخصوصا من المعارف، يعني الحقد والغل عموما بيبقى من الاصدقاء ومن المعارف ومن الاهل، ما بيبقاش من حد غريب عنك. حد غريب عنك هو بيتمنى او بيحلم ان هو يكون زيك، لكن ما بيحقدش ويغل عليك. تمام. لكن ودي حلوه، دي ما اه تزعلش، دي طبعا. بالعكس تفرح لا ما الواحد يعني. تزعلش. يعني لا ما لما حد يبقى تزعلش، عايز انا يبقى زي يا طموحي مثلا، طموحي ابقى زي رانيا، فانا عندي طموح ان انا ابقى يا زي استاذ نشأت منور الدنيا، استاذ الدكتور احمد، بس دكتور مين، احمد صح كده؟ ايوه. اه احمد يا فندم. آه انت يا اسامه، انت يا اسامه افتح لي ميوت، ده انا شديتك شد كده، جاي توقع بيني وبين رانيا، الغيره صباح الخير. بتاعتك، مساء الغيره الخير، بتاعتك مساء الخير، هتوقع مساء. بيني انا بغير وبينها. منك جدا وحابب اوقعك في مشكلات مع كل الناس القريبين منك يا أميمة، وبحاول افتن بينك وبين الناس يا أميمة. ايه المشكلة؟ دي واضح غيره، وصريح معاك اهو. دي غيره يا ريت بس ايجابيه تقدري دي. تعملي دي ديفenس غيره، لكل دي اللي غيره. لكل اللي هقدر اعمله معاك يا أميمة. عايزه. ازيك يا استاذة رانيا؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا بيك يا دكتور، منور، منورين ازيك يا جميعا. منور دكتور؟ يا دكتور. آه، منور يا استاذ حابب نشأت، بس. ازي حضرتك؟ اتفضل. ازيك يا خلينا عم نشأت يا بالتدريج لطفي؟ بس، منور الدنيا، اه منورين الدنيا. خلينا بالتدريج يا استاذ هشام رانيا، زهران منور، نور. خلينا بالتدريج. انا بس عايز الغيرة في اقول حاجه يا العمل. اميمه قبل ما تدخلوا في موضوعاتكم. ايوه. للاستاذه رانيا ولأي حد حابب يرفع فيديوهات على اليوتيوب. انا طبعا مش من اه. مستخدمي اليوتيوب، اكتر من ان انا بتفرج فيه، على بشوف بشاهد عليه فيديوهات بس، لكن حتى ماليش قناه على اليوتيوب. ولكن انا عندي معلومه عن ازاي تقدر ترفع ملف بشكل كبير، وفي اجراءات وفي شروط لرفع الملفات بحجم اكبر من 15 جيجا، ويوصل ل 12 ساعه تقريبا التايم بتاعه يعني. لكن ده له شروط. لازم مبدئيا تعمل عمليه تسجيل بحسابك، دخول بحسابك وقناتك على اليوتيوب. تعمل عمليه التحقق لحسابك من خلال اوبن في بوتون موجود في حسابك، هتضغط عليه مكتوب عليه التحقق من حسابك. استاذه هند منوره الدنيا، نورتم جميعا. هتبعت يا شيخ. بعد ما تضغطي على زرار التحقق، من التحقق من حسابك او تاكيد حسابك، هيطلب منك ان انت عايزه التاكيد يكون برساله صوتيه تجيلك على رقم تليفونك، ولا برساله نصيه تجيلك على رقم التليفون. بتحددي مم. الدوله وبتدي له رقم التليفون، وبعد كده بتسبميت للاوبشن عشان يبعت لك الرساله. بعد كده بتاخدي الرقم اللي بيجيلك في رساله ده، او بيبلغه لك صوتيا في رساله صوتيه، بتضيفيها وتاكدي وتعملي تاكيد للحساب. بعد ما بتعملي تاكيد للحساب، قصه كبيره هي، لو عايزاني ابعت لك البروسيدرز كلها او الخطوات كلها وتطبقيها واحده واحده، اه اوكي، ابعتها لك على الخاص هنا عندك في تكست مسج، هنا على الخاص. ماشي. خطوات، 7 خطوات او 8 خطوات، وبعدها في برنامج بتحولي بيه الفيديو بتاعك اسمه وندر شير فيلمرا جي ار ام اسمه فيلمورا فيديو كاتر. ده بتقدري تظبطي بيه البرنامج ده، تظبطي بيه الفيديو بصيغه معينه، اكستنشن معين، عشان يكون اسهل كتير في التحميل والرفع في الابلود على القناه بتاعتك على اليوتيوب. ده كل وهقطع المعلومات اللي عندي، وهجيبها لك هقطع كله مترتبه صح؟ بخطوات وابعتها لك على وتقطعي بيه وكل حاجه، وتظبطي بيه بسم الله ما شاء الله تعملي والله. تعديل كامل للفيديو، سواء كان في الريزوليوشن او في حبيبي تسلم لي، في الريزوليوشن بتاع الفيديو، او عشان تصغري الحجم. لان في مشكله في ان كل ما عليت البيكسلز في دقه الوان والفيديو، الصوت والصوره، في دقه الصوره في الفيديو، فبيدي مساحه اكبر للفيديو. ممكن الفيديو يكون حجمه مثلا يعدي نص
نص جيجا، يوصل لنص جيجا 500 ميجا. طب ما انا ممكن ادق، يعني بيبقى بريزوليوشن 1024 في 2048 مثلا. لا انا ممكن اصغر الفيديو لريزوليوشن تحت، او جودة صورة تكون قليلة عشان يقلل حجم الفيديو، بحيث ان انا اقدر بعد كده يكون سهل بالنسبة لي ان انا اعمله ابلود على قناتي على اليوتيوب. وانا مع العلم ان انا ما عنديش قناة على اليوتيوب، والاكونت بتاعي اساسا ما عملتلوش اساسا تحقيق على اليوتيوب، جاست ان انا بستخدم التيك توك بس. هبعت لك البروسيدرز كلها، الخطوات كلها 7 خطوات تقريبا باسم البرنامج بكل شيء، وامشي وراهم خطوه خطوه ونفذيهم خطوه خطوه. بس في حاجه مهمه جدا، ان الاكونت بتاعك ممكن تعملي ده كله، ولكن الاكونت بتاعك لازم على اليوتيوب يكون ملتزم جدا بقواعد ومعايير الاحترام، قواعد البرنامج نفسه، ما يكونش حصل انتهاك منك ومن الاكونت بتاعك في استخدام حق ارشادات استخدام هذا البرنامج اللي هو اليوتيوب، في حقوق الطبع والنشر والنسخ والحاجات اللي زي كده يعني، وحقوق الملكيه والحاجات اللي زي كده. فلازم تراعي الكلام ده يعني انا كله كمان وانت بتستخدمي يعني اليوتيوب. انا الكلام ده ممكن يكون كله غلط هبعته لك اصلا. مشروح في خطوات. لا 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 لا، انت ما استخدمتيش كتير اليوتيوب، ممكن تكون استخدمتي حاجات ليها حق نشر بتاعت ناس تانية وحق ملكية، ده في حد ذاته لا لا ممكن يعمل لك مشكلة. فلو عندك حاجات ليها حق حق ملكيتها بتقول للناس تانية، شيليها عشان تبتدي تخلي الحساب بتاعك يبقى نقي، وتقدري تستخدمي كل الاوبشنز بتاعتك، لان بعد كده بيخلق لك في الاكونت بتاعك صفحة فيها اوبشن اسمها مميزات، الاوبشنز بتاعتك انت اللي هتستخدميها في الابلود والداونلود لا انا واستخدام لسه دي بس القناه انا بتاعتك قصه. باحترافيه. طب انا قصه بس ان انا الحاجات انا غلط ان انا انزل هنا الفيديوهات على اليوتيوب ولا عادي؟ عادي جدا نزلي الفيديوهات طالما ما فيش حقوق مش ملكيه لاي حد تاني. طالما الفيديوهات خاصه بيكي وملكيتك انت الخاصه، نزليها، بس بعد ما تعملي الاجراءات اللي هبعتها لك على الخاص، 7 او 8 اجراءات، وان شاء الله يشتغل معاكي كويس، يا رب. وتنزلي انا البرنامج المهم اللي انت اخرج بس تقدري الفيديوهات تهندلي الاربع بيه والست الفيديوهات ساعات بتاعتك. اللي هنا هند دي. اطلعي يا هند. المهم بس تخرج اتفضلي يا هند الفيديوهات اطلعي نورينا. من هنا اوكي الاربع هند، والست. نورت الدنيا يا هند، نورت الدنيا يا هند هند، اطلعي ومنور يا استاذ هشام، اطلعي. ومنور يا دكتور، وتحياتي مدرس. ليكم. يلا بقى انا خلينا بعت. نكمل خناقه مع اميمه، والفيرست ايد اوه باك بتاعتي جنبي، عشان لو حصل اصابات ولا حاجه اوه هبتدي اعمل اسعافات اوليه اوه لنفسي. اوه كل اوه واحد يجيب اوه الفيرست ايد باك يعني بتاعته. انت عايز تتخانق عشان الغيرة؟ طب اولا احنا ازيك يا هند؟ آه اهلا هو بيك يا دي مش حبيبتي. غيره يا اميمه، دي غيره لو في يعني هتبقى بسيطه جدا، ده حقد بقى وحسد وغل جوايا، لان انا راجل مريض نفسيا يا ساتر. محتاج ان ربنا انا اتعالج يسلم على على فكره. هند، يا اه ساتر يا رب، يا ساتر. ايوه يا ما اعرفش عن جدعان. حضرتك كده والله ابدا، عمري ما شفت من حضرتك كده ابدا على فكره. انت على اكيد فكره طبعا. نورتي الجست ربنا عموما. يخليك يا هند، مبسوط نورتنا ان يا هند. سمعت صوتك يا هند، نورت الدنيا. ازي حضرتك؟ وانا ربنا كمان يخليك. مبسوطة جدا، مبسوطة جدا يا تسلم. هند ان انت طلعتي. ازيك يا نورتي رانيا الجست حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي، كتر خيرك، ربنا ما يخليك. هي بصي انا معايا بصي انا معايا الاشراف هنا. ممكن تطيرني في اي لحظه، خلي بالك. ايوه اخدت بالي. بغير منك يا رانيا، بغير منك. يا حبيبتي خدي راحتك. طيب احنا تعملي اللي بنتكلم انت على عايزاه. الغيرة، بتنقسم إلى أقسام: الغيرة في العمل، الغيرة بين الأصدقاء، الغيرة بين الأشقاء، الغيرة في الحب. أنا الحب ده خلوه آخر حاجة عشان بعمل القنبلة مش وشغال. ملاحظه يا استاذه رانيا ويا استاذه هند ويا استاذ هشام يعني ان ايه ده؟ خدت الاستاذه بالي. اميمه ليها لكنه غريبه، لا انا قادر اميزها، هي لكنه اماراتيه ولا لكنه مصريه ولا لكنه لا أنا قلت لك هيروغليفيه لو ولا أنت لكنه ايه دخلت على بالظبط؟ الفيس، أنا انتوا بص أنا شفتوا اعترفت. اللكنه بتاعتها، الطريقه بتاعتها في الكلام، يعني شوفوا هي طب بص عربية. بتتكلم أقول ازاي، لك على اللكنه حاجة، بتاعتها هقول غريبه جدا. طب هقول لك على فسروها لي، حاجة ميزوا لي يا اللكنه دي، يعني أسامة. ادوني تصنيف ليها، يا الله يكرمكم. يا جنسيتك أسامة ايه يا استاذه؟ أولا هندية اتفضلي. باكستانية مصرية سعودية. مصرية سعودية إماراتية. الوطن العربي. لا 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 لا، أنا عشان الهنود يا جماعة بجد دكتورة أنا لسه هدية اتفضلي قايلاها. اطلعي معانا يا ريت، شرف. اتفضلي اطلعي معانا. المهم دكتورة هدير، المهم انت كل مرة عايزة اقول لك ان انا خدت بالي، انت دايما في اللايفات بتدخلي تكتبي الجملة دي، وغالبا ما بتسلميش ومش عاملة لي متابعة، وبقعد اقول لك اطلعي وما بتطلعيش. أهلا يا دكتور ياسر موجود. مش عارفة ليه. دكتورة دي وراها.
ماشي. دكتور ياسر مش عامله لي متابعه، بس انا لو اي حد محتاج يعمل لك متابعه دلوقتي اعملوا لها متابعه واحضروا اللايف بتاعها. مين دكتوره هدير هي اهلا وسهلا بتيجي يا تعمل هدير. اعلان عندي. بس عادي والله، اطلعي يعني اطلعي اطلعي ممكن نفيد الناس يعني. كل مره اقول لها طيب اطلعي تمشي. مش عارفه دكتور ليه. احمد هناخدها نورتي. بالترتيب. اسامه ما تغيرش مني لو سمحتي يا اسامه. دكتور ما احمد، اقدرش بصراحة، مش قادر امنع عن نفسي، لما اتعالج يعني هتلاقيني ما احنا بغيرش داخلين منه. على 5 هتستفزوني ان انا سنين اسالكم، هتستفزوني وبقالنا ان انا كتير ما اسالكم. سمعتش. معلش، هو في غيره بين قولي. الراجل والست كده في الحياه العاديه بقى، من غير ولا اه شغل ولا اي حاجه تبقى اه بتربطنا مثلا صداقات او بتاع، في غيره؟ اه اه ايوه انا طبعا. بقول ايوه طبعا في جاوبوا غير. بقى، جاوبوا. ايوه طبعا. طبعا. يلا دكتور معاك، فيديو جاهز. وبعدين اسامه ابن عمي الغالي. نوراني. نورك. هند الجميله طبعا. واحنا الاثنين اخر ناس. اتفضلوا. ليديز فيرست. لا يا اتفضل استاذه دكتور. رتبتها، هي رتبتها فاحنا هنمشي بالترتيب بس خلاص. ماشي. لا هو قال ليديز خلينا فيرست. وكلنا نحط ميوت ونسمع عشان الناس اللي بره بص، اذا اول ما سمحت. قال ليديز فيرست كله هو قال ليديز فيرست، يعني شوف كل مين من الستات الليديز عملت ميوت هيبدأ. اول ما قال كده. يسلموا. مش عارفه ليه مش حاسين ان احنا ستات ولا ايه؟ طيب بص، هو انتوا عايزين خالص. انا اللي اقول الاول؟ ماشي اوكي. لا اي حد مش شوفوا تفرق. بالدور. اوكي، انت اول طيب. واحده يا استاذه ويلي من تحت، يعني اي حد. طيب، هو دكتور عموما في ساعات بتبقى اوقات حتى بين الاصدقاء راجل وست، العلاقة في وقت معين زي ما اتكلمنا قبل كده انها ممكن يجي لها محطات انها تتحول، سواء من الراجل او الست، انها تتحول كده، انها ممكن يجي لها محطات انها تتحول، سواء من الراجل او الست، انها تتحول لبعض اصدقاء بس واقفين جنب بعض. لما حد منهم يحس ان التاني شطح وبدأ ينجح جامد، يحس ان هو لا كده هتروح في حتة تانية، او ان هو مثلا يغير على اللي هو مصادقها ان هي تتاخد لحد تاني، مش لحد تاني، مش حاجة، مش نظرة راجل وست بيحبوا بعض، لا هو بيغير، هو عايزها ليه هو لوحده، تبقى صديقته هو بس، ياخد رأيها. يعني بيبقى في حتة غيرة، وهي نفس القصة، لا مش عايزاك تصدق زميلتنا التالتة دي، يعني هتاخد جزء من الاهتمام اللي انت مديهوني. وفي نفس الوقت ممكن اغير من، يعني ممكن الشخص نفسه يغير من البني ادمه دي. انتي هتبقي انجح مني، انتي ممكن مثلا تتجوزي او لو متجوزه يبص على عيشتها، او انتي مثلا جبتي عربيه جديده، ايه ده احنا كنا مع بعض، انا بشتغل وانتي بتشتغلي، انا بشتغل اكتر منك، فانتي ازاي تجيبي عربيه وانا ما اجيبش، او تجيبي عربيه احسن مني، او تجيبي حاجه احسن مني، فاقفي. انا خلصت، اتفضلي. دول امتى؟ ايه اللي حصل؟ تمام، معاكي. اتفضل. طبعا هو في غيرة ما بين الراجل والست، وتحديدا الراجل النهارده لما بيلاقي ان الست بتاخد مكانه، تمام، بالظبط. بيحس بغيرة شديدة جدا. تمام. والست نفس الموضوع، الست لما بتحس ان الراجل بياخد مكانها، يعني مثلا الشيف النهارده لما بيطلع بيعمل برنامج في التلفزيون عن الاكل، الست بتبقى غيرانه جدا، اللي هو المفروض انا اللي ابقى مكانك، انت ازاي تطلع تعمل حاجه زي كده؟ تمام. فالغيره ما بين الراجل والست موجوده طبعا، وخصوصا في مجال العمل. يعني مجال العمل تحديدا تبقى اكبر المجالات او اكبر المناطق في ولو حياتنا شغالين مع اللي بعض بيحصل في مكان فيها. واحد. وحتى لو مش شغالين مع بعض، يعني انا كنت بتكلم لو مش شغالين. المجال نفسه لو نسائي، يعني مثلا الديزاينر اللي هو بيعمل فساتين السهرة او فساتين الست بتحس ان هي المفروض تبقى مكانه، مش هو في المكان ده. تمام. الراجل مثلا لما بيلاقي ست مديرة في بنك او مديرة في شركة معينة، وحاسس ان هو المفروض يكون في المكان ده. المجال يعني بيبقى اكتر مجال بيحصل فيه غيرة ما بين الست والراجل. اوكي.
من ناحية الأصدقاء بيحصل طبعا غيرة ما بين الأصدقاء وبعض. والحتة اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيها اللي هي حب التملك، بيبقى في أصدقاء بيبقوا عايزين الصديق ده ليه لوحده، ما يتكلمش مع حد تاني، ما يتقربش من حد تاني، ما يبقاش في حياته كذا صديق بنفس التقرب بتاع الصديق ده. فبيبقى حاسس بالغيرة ان هي اشمعنى هي ليها الاصحاب دول كلهم وكلهم في نفس المكانة، وانا ماليش غيرها هي بس، او انا ماليش لما بتيجي غيره هو تتجوز بس. بتتجنن. تمام. لما بتيجي تتجوز او تبقى هي في علاقة اه وهو لسه ما اتجوزش بيبقى نار قايدة يعني. دي حقيقة. ف... مم. فطبعا الموضوع بتاع حب التملك ده عايز حلقة تاني لوحده. تمام، لان حب التملك ده بيبقى في حاجات كتير قوي، من ضمنهم الصداقة، ان الصديق لما بيتقرب من الصديق وبيبقى شايف ان هو ده اللي بيفضفض معاه، وهو ده اللي بيرتاح معاه، وهو ده اللي بيقدر يحكي له، وهو ده اللي بيبقى على طبيعته معاه فبيبقى عايز يمتلكه، مش عايز يفرط فيه. زي بالظبط ايه يعني، زي المثل اللي عندنا بيقول لك القطة اللي كانت ولادها. يعني ممكن تأذيه جامد جدا علشان هي شايفة ان هو ما ينفعش يبقى لحد غيرها وما ينفعش يبقى مع حد غيرها. ونفس الموضوع الراجل، يعني مش بتكلم عن الست بس. يعني هو بالعلاقة الصداقة ما بين الراجل والست، ممكن الراجل برضو يبقى صديقته المقربة ليه اللي برضو اللي بيقعد يحكي لها، واللي بيقعد يفضفض معاها، واللي بيبقى معاها على طبيعته. لما بيلاقي مثلا ان هي هتبدأ تحب واحد او هتتجوز، آه، بيبدأ الغل والحقد بقى يشتغل جواه، وازاي هتروح لحد غيري، وازاي انا كده مش هعرف اكلمها، هتبقى متجوزة، طب يا ترى جوزها هيبقى عامل معايا ازاي، هتعرف تعرفني على جوزها ولا لا. فهيفضل بتدور في دماغه كذا حاجة. فبالتالي هيبدأ حب التملك والغل والحقد اللي جواه يعني هيبدأ ان هو يشتغل معاه. فممكن يقلب بأذى، ممكن يأذيها من غير ما يحس. اه يبقى عايز يخرب لها حياتها كمان ونفس عشان ترجع. بالظبط اما حتى لو عشان هو تبقى متجوز معاه. وهو مش بيفكر فيها كارتباط، لا انا عايزك، انا بقعد افضفض لك في اي وقت، فانت كده مش هيبقى متاح لي ان انا اقعد ارغي معاكي زي ما كنت برغي وانت فاضيه، اكلمك في اي وقت بتاع، انا كده هبقى بالظبط، ونفس محدد. الموضوع برضو الست والراجل. اه طبعا. تمام، اتفضل. اتفضل. استاذ مش اسامه، نورا دكتور ياسر. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، كملوا يا جماعة كلامكم وأنا موجود معاكم على السمع. بقى خلص حاجة عارفين صغيرة أسامة بس مش عايز معاكم. يتكلم ليه؟ زمانه بياكل بيتعشى. لا لا انت خالص، لسه؟ لا خالص، ده أنا بشرب طب انت قهوة، أنا فين؟ بشرب القهوة انت بتاعتي في القاهرة وفي ولا في وفي الشغل؟ حاجة. لا أنا في الساحل، في قريب اما من انا الساحل عارفة عشان الشمالي يعني. كده. بص اصلا ماشي. اه، انا قلت لك راح اقعد أيام في قليلة إن البلكونة شاء الله عندكم. يا أميمة، وهكون في خدوا راحتكم، القاهرة إن كل ده شاء الله. هيتذاع عشان ما بعرفش امنتج. رايحين البنات براحتكم. هناك لسه. كل ده هيتذاع، خلي بالك ما يا اما اه تاخدي اه اه، تمنتجي انت انا لا هتواصل هي معاكي لما ابقى خليكي موجود في براحتكم، القاهرة انا عايزه بعد ايام. اوكي نشوف ان أميمة شاء الله. هتواصل معاكي بعد 4 أيام أو 5 أيام، وإن شاء الله نبقى نشوف الأول البنات فين، ونشوفهم ان شاء الله وأتواصل ان معاهم شاء عشان الله. نشوف وأوضاعهم إيه، ولو محتاجين أي حاجة. الله اتفضلوا يا جماعة يخليك. كملوا كلامكم. أميمة سوري أصلها سوري يا رانيا، بتاخدنا في اقطعي. مناطق تانية بعيد. اعمل يعني بتتوهنا. مش عارف، أنا مديلها إشراف، أنا مش عارف أنزلها من الجست أساسا. يعني أنا معايا إشراف، فول إشراف، مش رانيا عارف أنزلها انت من الجست. تنزليني يا رانيا. انا ما بقيت اقدرش. وصلت لمرحله ان انا بقيت انا احسد بقول عليكي، لك احسدك نفسي جدا، وما بقيتش طايق وجودي معاكي يا استاذه اميمه. بغير منك جدا. يلا دي اتفضلوا غيره كملوا دي. كلامكم. ماشي. بحاول اتعالج على فكره. اخي هشام، اخي ياسر. يا اهلا بيك يا طيب. استاذه. طب طب لازم نرحب بيه. اهلا وسهلا دكتور ياسر. اهلا وسهلا بحضرتك، متشرف بيكم جميعا. منورنا فندم. دكتور ياسر. الله يبارك في حضرتك، شكرا. طيب كل شرف بينا جميعا. ناخد رأي الأستاذة هند، وبعد كده طبعا. أستاذ هشام ودكتور ياسر. اتفضل. هند بس بلاش حوار استاذه ده والنبي، الله يخليكي، عشان بس تقيله على قلبي قوي. فهند عادي جدا يعني، هند عادي.
بصي، هو طبعا هو دكتور احمد يعني قال كفه ووفى يعني في الكلام، بس هي القصه برضو في الاول وفي الاخر مش راجل وست، على قد ما هي نفس بشريه يعني. البني ادم اللي عنده قله ثقه في نفسه لازم هيكون عنده حته الغيره دي. اي حد هيتفوق عليه في اي حاجه لازم هيبقى عنده مشكله. فالقصه بقى مش قصه راجل وست وصحاب وبيحبوا بعض واخوات، لا، هي النفس البشريه نفسها. انا لو عندي صديقتي في الشغل ونفسيتي كويسه وقلبي ابيض كده وصافي من جوه، انا هفرح لها لما هتنجح وهنبسط وهسقف لها وهشجعها وهقف جنبها وكل حاجه. نفس القصه اخويا لو حسيت ان هو عامل خطوه حلوه في حياته، وزوجي لو حسيت ان هو بيعمل حاجه كويسه في شغله او في حياته العمليه. ما يعني البني ادم الصافي من جوه عمره ما هيحس بالحته دي خالص. لكن صح. لو عندك مشكلة بقى، مش واثق في نفسك، عندك خلل في أي حاجة، نقص في أي حاجة، أكيد هتبص على الحاجة الكاملة عند حد تاني وهتحس بالنقص اللي عندك زيادة، فأكيد هتتعب نفسيا. بس هي دي الكونكلوجن بتاع الموضوع، الخلاصة كلها هي نفس بشرية والله يا جماعة، ملهاش علاقة لا براجل ولا بست. هي العلاقة بتبقى سوية لما بتبقى النفوس طيبة كده وصافية بس. بتتمنى الخير، لا وبعدين بتبقى انت بتشغلي نفسك بغيرك، عارفة. فبتحسي كده ما اعرفش، انا مش بعرف هما ازاي بيعملوا كده حقيقة يعني. لا، يعني هو بياخدوا ده هو ده ده في دايما ناس علشان طبيعية كده احنا بياخدوا. دايما بنقول، احنا بنحاول دايما يعني حتى لما بنيجي نعالج حالة معينة وبنلاقي عنده مشكلة الحقد والغل دي موجودة فيه، لان في ناس مريضة نفسيا بالحقد والغل. الحقد والغل فندم، شغال في ناس معاهم 24 ساعة. بتتغذى على الحقد والغل، ما بتعرفش تعيش اصلا بالظبط، غير بالظبط. وهي حاسه فبنحاول الاحساس ده. بنحاول بقى نخليه ان هو يركز على نفسه. يعني تمام. زي ما كنت بقول لك من شويه، انا النهارده البني ادم الناجح هو بيبص لنفسه امبارح كان ايه، والنهارده بقيت ايه. ايه اللي انا غيرته قارن فيا نفسك. النهارده؟ اه. ايه السلبيات اللي انا شفتها فيا امبارح فغيرتها فيا النهارده؟ اللي ايه هيحاول يغير السلبيات من اللي انا نفسه، بشوفها؟ اه. نعم. اللي حاول يغير من نفسه دايما بيحاول يغير من نفسه ويجدد. اه، بالظبط، يشوف هو امبارح كان ايه وبكره عايز يوصل لاعلى، او لو بالظبط. امبارح كان احسن يبقى انا عايزه على الاقل ابقى زي امبارح دايما وبعدين اعدي. مم. بالظبط، دايما بنوضح له الحقد والحسد. الفرق ما بين الحلم وما بين الأمنية. لأن الأمنية ممكن تكون من المستحيل تحقيقها. يعني أنا النهاردة بتمنى إن أنا أطير، أنا عمري ما هطير، تمام. لكن أنت النهاردة بتقدر تحط لنفسك حلم أو هدف معين في حياتك، حلم عايز توصل له. أنا نفسي أركب عربية مرسيدس مثلا، تمام. فده حلم قابل للتحقيق، ينفع يتحقق. ف مم. ف بتبدأ نحط له او بنبدأ نعلمه ازاي انا بتحط اسفه لنفسك كنت هدف. عايزه هسال حاجه. يعني انا لما اجي اسال شخص عن حاجه هو نفسه يحققها، اساله انت حلمك ايه، ما اسالوش انت امنيتك ايه. بالظبط. الفرق ما بين الحلم والأمنية، الحلم بيكون قابل للتحقيق، حاجة انا اقدر احققها. لكن الأمنية مع بتبقى ان انا صعب كنت انها معتقد تتحقق. العكس تماما. انا كنت معتقد ان الحلم دايما الواحد لما بيحلم بحاجه بيبقى بيحلم بحاجه صعب جدا ان هو يحققها، لكن الامنيه حاجه بسيطه ممكن تبقى اسهل شويه. ده في لا، هي اعتقادي يعني، أمنية. كنت أنا فاكره العكس. بتمنى أنا بتمنى بتمنى إن أنا أطير مثلا، أو بتمنى إن أنا ليه هو آه، الامنيات مستحيله؟ ما هو ده اللي الأمنيات انا بتكلم فيه. يعني احنا دايما اه. بنقول في مش احلام كلها اليقظه مش كلها بنبص برضو ان هي حاجه مستحيلة. مستحيله. يعني هي برضو مش كلها طيب مستحيلة، ادينا ولكن اختلاف. هو الفرق ما بين الأمنية والحلم إن لازم، أو بمعنى صح، إن أنا لما أجي أحط لنفسي هدف، الهدف ده لازم يبقى قابل للتحقيق، ينفع إن أنا أحققه، بالتحقيق ما مظبوط. يبقاش حاجة ايوه مظبوط. مستحيلة. ايوه، تمام. يبقى نحط مظبوط. عايز اهداف. تسميه أمنية ماشي، عايز تسميه حلم ماشي، ولكن إحنا يعني في مجال الصحة النفسية دايما بنفرق ما بين الحلم والأمنية بالشكل ده، تمام. وفي ايوه ف... فهمت. انانيه ف... زي كده. فبنعلمه ازاي يحط خطة علشان تحقيق الهدف، ازاي يسعى لتحقيق الهدف. الخطة دي بتبقى مقسمة لجزئين. السعي نفسه، انا هعمل ايه في حياتي علشان اقدر اوصل للهدف بتاعي، ده رقم واحد. رقم اتنين، يا رب هعمله على في طول يا قد دكتور ايه. مرسي. يعني بحط خطة زمنية وخطة فعلية ايوه. بس. يعني احط طب خطه. هو انا ممكن اسال سؤال بعد اذنكم؟ الامنيه
ما اقدرش نفس اقول الرأي على اللي انت الامنيه بتعمليه. هي عباره عن حلم. عباره عن حلم لم اشرع في اتخاذ اي خطوات لتحقيقه، دي الامنيه. طب لما اجي اقول حلم، وارد جدا ان يبقى عندي حلم وبدات اخد خطوات في تحقيق هذا الحلم. ده الفرق بين الاتنين. نقدر نقول الكلام ده ولا ما نقدرش؟ نقدر نقول الكلام ده. ما انا بقول لحضرتك، عايز تسميها امنيه ماشي، عايز تسميها حلم ماشي، بس لازم الهدف اللي حضرتك حاطه يكون قابل للتحقيق، ما يكونش مستحيل دكتور تحقيقه. ياسر انت رحت فين؟ الهدف مم. يعني يعني انا النهارده دلوقتي بسأل، هل اللي اه انا المعنى والتفسير اللي انا قلته دلوقتي ان امنيه، مصطلح امنيه او لفظ امنيه او او معنى امنيه، ان ممكن الانسان يتمنى شيء ولكن هو لم يشرع في تحقيقه ولم يتخذ اي خطوات لتحقيق هذه الامنيه، هو قاعد بيتمنى شيء وخلاص لكن ما اخدش. ولكن الانسان ممكن يضع حلم في حياته، هذا الحلم هو شرع فعلا في اتخاذ بعض الخطوات او يسعى جاهدا انه يحققه. ايه تمام. رايكم في لا ده ال في ال كده في كده ال في حضرتك ال دخلت في في حته المعنى؟ تانية، اللي هي الفرق ما بين التوكل على الله والتواكل على الله. التوكل على الله الفرق ما التوكل، بينهم لا، حاجه واحده. اتفضل. التوكل والتوكل عارفينه يا فندم. التوكل والتواكل ده شيء أنا عارفينه لكن انا طيب بتكلم مش فكره التوكل ده لما يكون في يعني انا دلوقتي عندي هدف، تارجت، حلم بحلمه، حلم انا عايز احققه خلاص، وبدات اخد قرار ان انا ده حلم بالنسبه لي اسعى الى تحقيقه. بدات تسعى ولا وهناك ما امنيه، بداتش تسعى؟ مجرد امنيه. ما هو الحلم ما فيش يعني. انت دلوقتي انا عندي حلم، ده بالنسبه لي الحلم هو الهدف تمام. بالنسبه لي. لكن بسعى الامنيه انا بتمنى شيء وارد بشكل كبير جدا، انا بتمناها لكن ما حصلش ان انا اتخذت اي خطوات عمليه عشان ابتدي اسعى جاهدا ان انا احقق الامنيه دي. يعني حضرتك ايه تقصد رايكم؟ ان هل ده الامنيه هي مقبول؟ بدايه الحلم، يعني الامنيه بدايه الحلم، احنا بتبقى الامنيه الموضوع امنيه بدايه الاول الحلم، وبعدين امنيه بنحولها لحلم، بالظبط. بنحط لها خطه عشان خاطر نحققها في الاخر. وبعدين تمام بتبقى كده صح؟ هدف وتارجت نبتدي وبنشتغل على نشتغل عليه عشان تحقيقه يعني. نحققه في الاخر، يعني انا كده فهمت حضرتك مظبوط. مم. بالظبط. تمام. 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 لا كلام دكتور تقبلوا حضرتك صح برضه، ما فيهوش اي مشكله. تقبلوا المعنى ده والتوضيح ده او التفسير ده ولا مش انا مقبول طبعا، مقبول؟ انا مقبول. لو مش مقبول هاتوا لي المقبول. هو مقبول لان انا طيب بشوف تمام، ان اتفضلوا كملوا. مقبول. هو كل اللي انا اقصده ان انا لما باجي احط هدف لنفسي في حياتي، بحط الهدف قابل ان هو يتحقق، ما يبقاش حاجه مستحيل تحقيقها. يعني ما اجيش احط هدف لنفسي مثلا ان انا عايز يبقى معايا مثلا مليار جنيه، تمام، وانا لسه مثلا ما معيش اول مليون. فانا كده بحط هدف صعب دكتور تحقيقه. احمد، تمام. انا عايز بس بعد اذن حضرتك هعمل مداخلتي يا استاذه رانيا بعد اذنكم، بس ركز معايا يا اتفضل دكتور بحكم تخصصك واكاديميتك، يعني حضرتك اكاديمي ومتخصص. لو في اتفضل. شيء غلط من اللي بقوله ارجوك ما تسيبوش يعدي، لانه طبعا. ممكن يكون مش مقصود مني ويبقى فكره راسخه عند حد يسمعني من بره او من لا لا الموجودين. لا، حاضر يا فندم، اتفضل. الانسان بيتولد الانسان رجل او امراه، عباره زي ما قالت هند في حاجه اسمها النفس، الانا، الاستحقاق. الام بتبتدي تربي هذه الشخصيه وتخلق سمات للشخصيه من خلال التوجيه والارشاد والنصح والعقاب والثواب على تصرفات وسلوكيات الطفل. فتيجي احيانا تقول له ايه، انت ازاي كده، لا ما ينفعش ده يبقى احسن منك، انت لا انت المفروض تبقى احسن منه. الطريقه دي بتخلق حته تحفيز عند الطفل، ولكن بتخلق ان ده قاعده راسخه جوه الطفل انه ما ينفعش يسيب حد يبقى احسن منه. طب عشان يجي بعد كده يلاقي تمام. ايديولوجيه او فكره او منهجيه معينه يقدر ان هو يحقق بيها ده لما بيكبر، بيبتدي يشوف طب انا قدراتي وامكانياتي وادواتي وحجم امكانياتي ضئيل قدام انسان مثلا قابلته في حياتي عنده قدرات وامكانيات هائله، قدر انه يتميز عني في مكان، فبالتالي باجي احاول ان انا اعدي واوصل للمستوى ده او الليفل ده او اكون متميز عنه، ما بقدرش احقق ده. فبالتالي بتنشط بقى هذه السمه اللي اترسخت في شخصيته منذ الصغر، ويبتدي يحقد نظرا لفشله وعجزه على انه يتعدى او يصل الى هذا المستوى.
يبتدي يحقد على هذه الشخصيه، يبتدي يغل ناحيه هذه الشخصيه، يبتدي من كتر عجزه يبتدي يحاول في المجالات وفي المحافل. انا كده هنام. يا حد لا هو انا بص كده بص عليا يا هتنيموني. طيب. النقطة اللي حضرتك ما بتتكلم تبصوش فيها عليا دي، وانا بتاوب، ال 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 اتفصلت وانا بتاوب. النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي نقطة مهمة انا جدا. بهزر لما معاك بتيجي بقى. الأهل بتعمل مقارنة ما بس انا بين اتفصلت وانا الطفل، بتاوب، اتخضيت. لما بتيجي الأهل بتعمل مقارنة فعلا ما بين الطفل وحد تاني مثلا زميله، تمام، ده بيخلق وبيرسخ عند الطفل حتة اسمها الدونية. تمام، دايما العجز بقى الدونيه، الاحساس بالظبط. بالدونيه الغير فهو مصرح دايما بيه لما بشكل بيكبر واضح بيها وصريح. بقى فبيحس دايما ان عرفنا هو يا دكتور. قليل قدام يب الناس، يب فبيبدأ يبتدي يعمل ايه بقى؟ يشتغل يبتدي برضو يعمل الحقد اللي انا والغل على الناس دي. لا دي حقيقة، عند حضرتك قلت الاغلبيه يا صح. دكتور بيبتدوا في العصر، في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي، تبص تلاقي بقى العاجز على انه يصل الى مستوى الدكتوره رانيا او الدكتور احمد او الاستاذ الفارس النبيل، انا مش قادر اوصل لهم، اعمل ايه؟ من جواه يغل بقى من كتر ويحقد. حقدي وغلي ابتدي اقول طب ما انا لازم اه اشوه، لا لازم اشوه الناس دي ايوه بالكذب، وابتدي اختلق قصص وحكايات وروايات، وابتدي اخلق حواليهم، اختلق الاشاعات عشان اسحبهم وانزل بيهم لتحت. تشويه سمعه، وايوه. تشويه بس فكر، تشويه اخلاق، تشويه حاجات كتير جدا. اعمل هاله من التشويه حوالين الشخصيات دي نظرا لعجزي وقله ادواتي وامكانياتي ان انا اقدر اوصل لمستوى هذه الشخصيه المتميزه. هنا بقى بنقول الكلام ده ايه؟ هي مش غيره. الغيره انك تغير من انسان دي غيره حميده، انك تغير من انسان تتمنى تبقى زيه ولكن بعدم زوال النعمه منه. ولكن هناك حسد سلبي ضار، اللي هو ان انت بتتمنى ان انت تبقى احسن منه، بس بزوال النعمه عنه وبزوال التميز عنه وبزوال هذه الاشياء الجميله عنه. هنا بنقدر ناخده ونصنفه الى منطقه الحقد، الغير المرض النفسي اللي محتاج لعلاج، وده موجود عند كتير جدا بنسبه كبيره جدا. دي حقيقة. السؤال الاخير اللي هطرحه عليكم قبل ما اقفل المايك واقول عشان دكتور ياسر نسبه قد ايه عندهم المرض ده في مجتمعاتنا، ونسبة قد ايه بيخلوا من هذا المرض تقريبا، مش عايز نسبة. مفيش اكتر منهم ما شاء اهو الله، ده احنا اهو عايشين ده غل معاهم. وحقد مني واسقاط مني. عشان اسقاط، ابتدي ايوه. اخلي الناس كلها تبتدي تقول ان الكل زفت وانا الوحيد اللي زي الفل. لا لا لا، ما حدش زي الفل. لا اتفضل. مفيش احسنت والله. لا اتفضلوا يا في ناس جماعه. كويسة بس قليل. دكتور انا مش رانيا، دكتور يا جماعه، بص انا بص يا والله استاذ انا مش مش اسامة. دكتور، انا بتكلم بص من انا خبرات عارفة انا حياتيه استاذ مش عاصرتها اسامة. بص انا عملي برد ازاي. ونظري في حياتي عموما. اتفضلوا. بص حضرتك انا رديت عليك قلت لك ايه؟ اه لا في ناس كويسة بس قليلين، بس ايه انا يا فندم؟ يعني في ناس كويسه. بص ما قلتش انانية انا بس، رانيا لا في رانيا دكتور ياسر بعدين جميل الفارس. جميل. اوكي والله استاذ ميوش معانا رانيا برضه. نعم رانيا دكتور نعم ياسر بعدين الفارس، ها؟ دكتور ياسر لا استاذ ميوش معانا. اتفضل. واستاذ هشام شفتوا بقى، شفتوا الحقد والغل بتاع أميمة بتقطع عليا وبتقول بقى دكتور انا ياسر لسه ما وبعديه مش عارف قطعتش مين عليك، عشان تقفل انا لسه وتكتل ما الحوار. قطعتش عليك، انا ده لسه برضه انا اعتبره على فكره غيرة رانيا انت وحقد وغل طولتي من قبل أميمة مني. زهران. انا اتفضلوا يا نمت جماعة، انا اسف انا جدا نمت للمقاطعة يا استاذ ياسر، دكتور ياسر والفارس النبي. اتفضلوا يا جماعة، انا بعتذر جدا. لا اتفضل. اتفضل يا دكتور ياسر. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الفل. شكرا طبعا لحضراتكم اولا. الغيره يعني انا بعتقد انها عده انواع. يعني اول حاجه بيبقى في مثلا الغيره العقلانيه، يعني الواحد بيغير بسبب عقلاني، مش بيغير كده وبس مجرد انه بيغير من واحد زميله في الشغل او زميلته في الشغل. وفي بعد كده غيره مرضيه، الواحد بيغير وبس، يعني بيغير لمجرد الغيره وعايز اللي قدامه ده حياته تتدمر وتتقلب راسا على عقب للا سبب يعني. وفي بعد كده ممكن في غيره ما بين ابناء الاسره نفسها، الغيره اللي داخل العيله. يعني على سبيل المثال اللي هو الغيره بتاعت اخوه يوسف، الغيره بتاعتهم وحقدهم وحسدهم لاخوهم يوسف، والقصه اللي احنا عارفينها اللي ذكرت في القران. بعد كده في غيره عاطفيه، الغيره العاطفيه اللي احنا نقول عليها ممكن تكون يعني بين اثنين بيحبوا بعض، بين واحد وزميلته في الشغل، بسبب ان شايف مثلا ممكن بتكلم مع واحد زميلها فبيغير عليها، بالرغم انه ده شيء منطقي، ده شغل لازم هي تتكلم مع حد، او الزميله بتغير على زميلها لانه بتتكلم مع زميلتها. ممكن حضرتك تعلي صوتك؟ نعم. علي صوتك يا استاذ ياسر بس.
حاضر حاضر. طب سمعتوني لغايه فين؟ ما تقوليش عيد احنا من كده اول بدأنا الغيرة على بيغير عليها من حد الغيره العاطفيه في دي، الغيره الشغل. العاطفيه اللي بنقول عليها يعني بين راجل وست، دي غير عاطفيه سواء الغيرة في في الحب الشغل. مطلوبة لازم، بس إذا زادت عن حدها اتقلبت لشك. الغيره في الحب بين اتنين متجوزين ده قلة شيء ثقة. طيب، لكن الغيره اللي هي داخل العمل دي شيء يعني غير طيب، اللي نسميها غيره عاطفيه. يعني مثلا بيبقى واحد مع زميلته في الشغل، طيب هي مطلوب منها انها بتشتغل مع اكتر من واحد من الزملاء بطبيعه العمل يعني، فهو بيغير عليها. ليه بيغير عليها؟ لمجرد بس ان هي يعني واحده ست. والعكس بالعكس، الست مثلا الزميله اللي في الشغل ممكن تغير على زميلها لانه اتكلم مع واحده برضو زميلتها. الغيره ممكن تنقلب لحسد، اللي هي ان زي ما قال اعتقد الاستاذ مش اسامه يمكن او الدكتور احمد، قال اني قال ان الحسد هو الغيرة تمني ممكن تتقلب زوال لغل النعمه، وحقد. غل حقد او حسد. اه، يعني الواحد تمني يتمنى زوال الحق. زوال النعمه اللي عند شخص اخر. عكس اللي هي النوع ده من الغيره او الحقد او الحسد بنسميها الغبطه. والغبطه ده شيء طيب، انا غبطه يعني واحد بيشوف انسان ناجح فبيقول له والله اني اغبطك على ما انت فيه، اغبطك على ما انت فيه، يعني انا حابب يبقى اللي عندك عندي، بس انت تظل النعمه اللي عندك موجوده، يعني ما تزولش. فدي نعمه طيبه، وانا اذكر يعني شيء طيب. يعني اذكر من الاشياء بتاعت الغيره اشياء ربما تعيق تقدم اللي هي المنظومه، مثلا منظومه العمل او المنظومه المؤسسيه. واذكر يعني شيء يعني كان يعني اذكرها بشكل عام. كان في ثلاثه في مؤسسه ما، والثلاثه دول يعني ما شاء الله في الاداره ممتازين، واكثر ناس ممكن يجيبوا مشاريع، واكثر ناس كويسين ومحبوبين في المؤسسه. يعني كل واحد على حده هو محبوب، كل الناس بتحبه، لكن الثلاثه بينهم وبين بعض بيغيروا على بعض وبيحقدوا على بعض. ولو يقدروا يعني يقدروا مثلا يحفروا لبعض حفره كده، مش يعني مش هيتاخروا. وفي مره من المرات يعني احد الناس بيقول لهم انتوا يا جماعه يعني انتوا لو اتحدتوا مع بعض هتغيروا اللي هو المؤسسه تماما، هترفعوها رفعه كبيره جدا، لان اتحادكم مع بعض هيغير تماما في المنظومه. انتوا اداره ممتازه، علم ممتاز، الى اخره. لكن هم طبعا مستحيل، يعني مستحيل يتجمعوا في مكان واحد. ودايما يعني نقول يعني يضربوا بعض من تحت الحزام، يعني يبان انهم كويسين مع بعض، لكن هم بخلاف ذلك يعني يضربوا بعض من تحت الحزام. وللاسف الشديد يعني ما فيش سبب، ما فيش سبب يعني دي لا كتيرة يجمعهم دي. مثلا. يعني لا يجمعهم مثلا، مش هقول واحد بيدير الثاني، ده كل واحد بيدير جزء في منظومه في مكان مختلف، لكن هم في الاخر الثلاثه بيصبوا في كل المؤسسه. فلو اتحدوا هم الثلاثه هيرفعوا المكان، لكن هم عمرهم عمرهم ما بيتحدوا طبعا، ولا بيتواصلوا. وحتى الان يعني هم على نفس المنوال ونفس القصه. الغيره بين الراجل والست اتفضل. كمل اتفضل. دكتور ياسر. الغيره بين الراجل والست في العمل، طبعا الغيره انا ما اقدرش اقول انها مش موجوده، بس يعني ما احبش موضوع الغيره في العمل اللي هي الغيره اللي تعطل العمل. لو كان غيره حميده اللي هي الغيره اللي تخلينا ندفع العمل ونرفع العمل، ده شيء طيب. لكن لو غيره خلاف ذلك مش كويس. الغيره العاطفيه في العمل يعني طبعا شيء سيء تماما، وانا يعني ما بحبش ان يبقى في غيره عاطفيه في العمل، لكن هي طبيعي يعني بتحصل، ما نقدرش ننكر انها مش بتحصل. لا، وفي غيرة عاطفية في العمل برضو، بس إيجابية. يعني إن أنا أحب المكان اللي أنا أبقى فيه بدافع عاطفتي إن هو يبقى أحسن مكان وأنجح مكان، دي برضو محمودة. لكن لما تبقى غيرة من أشخاص، يعني غيرة حتى على الأشخاص إنهم يبقوا ظاهرين بأحسن صورة، برضو دي غيرة محمودة. لكن إن الواحد يغير من زملاء العمل، أو إن هو يبقى باصص إن هو يبقى باصص لغيره، مقارن نفسه دايما بغيره. قارن نفسك انك تتعدي في الحاجات الحلوة، لكن ما تبصش عليه ان هو يقع. يعني ما ده برضو دي مشكلة. ناس كتيرة قوي مش بتبقى باصة انا شفت حد كويس فابقى زيه، احاول ابقى اجتهد وابقى زيه. الناس بتحب ايه؟ ابقى زيه بس اخد مكانه، او مش اخد مكانه، هو يقع، هو ما يعرفش يعمل اللي هو بيعمله ده، وانا اللي ابقى ظاهرة. ودي الاغلب.
سكتوا ليه؟ ما احنا بنسمعك، احنا بنسمعك، بس انا بتكلم اللي هي الغيره العاطفيه بين راجل وست في العمل، يعني راجل وزميلته. لكن الغيره اه العاطفيه اللي حضرتك بتقول عليها ده شيء طيب جدا، يعني كويس ان حضرتك تطرقت ليها. جميل جدا الواحد يبقى مرتبط عاطفيا بالمكان، يبقى غيران على وجميل، مكانه وعايزه احسن حاجه. ده شيء طيب، ده شيء طيب. لكن المشكله الرئيسيه اللي هي الموضوع اللي حضراتكم بتناقشوه، اللي هو الغيره ما بين الراجل والست ربما في العمل. يعني انا دخلت متاخر، فهي الغيره بين الراجل والست في العمل ده شيء مش كويس طبعا، لان حتى ممكن في الاخر يؤدي الى تسويء سمعه الست نفسها، وده شيء مش كويس. يعني ممكن طبعا واحد